جبت حله ضفت فيها كوبايتين من السكر، ضفت عليهم كوبايه ونص من الميه وعصره نص ليمونه، وبعدين هنرفعهم على النار لحد ما يغلي معانا. نبدأ نسيبه كده حوالي 10 دقايق ونقفل عليه النار. احنا كده بنعمل السيرب او الشربات زي ما شايفين كده. اول ما بدأ يغلي معانا سيبته كده حوالي 10 دقايق، حطيت له كمان نقطتين من الفانيليا وقلبته وهسيبه بقى لحد ما يبرد. وفي طبق جهزت نص كيلو من دقيق السميد، ضفت عليه نص كوبايه من الدقيق الابيض، ضفت كمان كيس من الخميره الفوريه او معلقه كبيره، وضفت معلقه كبيره من السكر ورشه بسيطه من الملح. وهقلب المكونات الجافه دي كويس جدا زي ما شفنا كده. وبعد ما قلبتهم مع بعض هبدأ اضيف ربع كوبايه من الزيت، تقدري تستخدميها سمنه لو حابه، انا استخدمتها زيت وكان طعمه برده حلو قوي، ما فرقش كتير عن السمنه. وقلبته كويس مع دقيق السميد. هحاول بقى اغلفه كويس بالزيت اللي احنا ضفناه، وهنستخدم بقى ايدينا عشان نعرف نغلفه كويس بالزيت اللي احنا ضفناه. هنغلف دقيق السميد كله ونص كوبايه الدقيق الابيض اللي احنا ضفناها بالزيت لحد ما يتشرب معانا ويبقى بالشكل ده. هنبدا بقى نضيف له الميه. استخدمت كوبايتين من الميه ضفتهم. الميه طبعا بتكون دافيه، يفضل طبعا لو تضيفي اول كوبايه والكوبايه الثانيه تضيفيها بالتدريج عشان حسب يعني ما تاخد معاكي العجينه وتتشكل. وبقلبها كده بالمعلقه. ملمس العجينه دي ما بتكونش سايله قوي وفي نفس الوقت برده ما بتكونش متماسكه قوي. طبعا العجينه فيها خميره، هنسيبها تخمر شويه حوالي كده نص ساعه. بيكون ده شكلها بعد ما بتخمر معانا. العجينه بتكون متفتحه او مفتحه بالشكل ده. وبعدين بقلبها تقليبه بسيطه كده بالمعلقه، يعني نفس فكره كده لقمه القاضي او الزلابيه. وبعدين هنشكلها في كيس حلواني زي كده بلح الشام. هنبدا بقى نجيب زيت سخن على النار، الزيت مش سخن قوي وفي نفس الوقت برده مش بارد قوي. وهنبدا ننزل بالحلوى معانا زي ما شايفين كده، ونبدا نقصها الحجم طبعا اللي عايزينه كبير او صغير. تطلع معاكي كده على الوش. في الوقت ده هتبداي بقى تقلبيها عشان تاخد كلها معاكي لون موحد. مش بتقلبيها طبعا الا لما بتلاقيها كده بدات تمسك نفسها، وتقلبيها بقى على زيت زي ما قلنا يكون متوسط، مش عالي قوي ومش هادي قوي، طبعا يستوي معانا من جوه. لما تبدا تاخد معانا لون ذهبي حلو نبدا بقى نخرجها على مصفى. مجرد ما تاخد معانا اللون الذهبي الحلو ده نبدا بقى نخرجها على طول على مصفى زي ما قلنا. ده شكلها معانا بجد تحفه جدا، مقرمشه كده وكريسبي. هخلص بقى كل الكمية التانية طبعا. وانا بضيفها كان الزيت قفلت الاول عليه النار، وبعدين بعد ما بخلص الكمية ببدأ اشغل النار تاني عشان طبعا الزيت ما يكونش معانا سخن بزيادة وياخد لون بس ما يستويش من جوه. دي كده الكمية اللي طلعت معانا ما شاء الله. وبعد ما خلصت الكمية زي ما شفنا ما شاء الله تحفة جدا، هنبدأ بقى نضيفها في العسل او السيرب اللي احنا جهزناه في الاول معانا وكان بارد. هنغلفها بالعسل او السيرب بالشكل ده ونبدأ نقدمها ونصفيها كده. طبعا كل ما سبتيها اكتر في السيرب او الشربات كل ما هتلاقيها شربت معاكي اكتر من العسل او الشربات ده، يعني زي ما تحبي. وهنخلص بقى كل الكمية من الحلوى اللي احنا عملناها النهاردة او بلح الشام او لقمة القاضي زي ما حابين تسموها. ده تحفة وطعمها حلو قوي وكمان ما كلفتناش حاجة خالص، والكمية ما شاء الله زي ما شايفين. جربوها اعملوها هتعجبكم قوي. مكونات كمان اقتصادية، طعمها بجد حلو قوي، كريسبي كده ومقرمشة من بره وفي نفس الوقت كده طرية وشاربة كده من الشربات او العسل من جوه. جربوا الوصفات واعملوها وقولوا رأيكم فيها. اتمنى تكون الوصفات عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو واخدتوا افكار. ما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا كمان في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد. استنوني فيديوهات جديده ان شاء الله وافكار جديده سهله وسريعه. اسيبكم في رعايه الله. سلام عليكم.